واحد من الشخصيات اللي انفرد لها مساحة في مسلسل عمر أفندي. شلهوب السايغ اليهودي اللي فيه كل صفات اليهودي من بخل وتسليف بالربا وبخس أشياء الناس اللي جاية البيع عنده حاجتها، واللي عنده مشكلة جنسية سببها انشغال عقله بمصيره لو الألمان وصلوا مصر. شلهوب ليه مشهد عبقري وأكاد أجزم إنه الماستر سين لكل المشاهد اللي ظهر فيها شلهوب، وهو المشهد اللي بيجمع بينه وبين العيلة بتاعته، اللي أول ما سمع إن الألمان على الأبواب عمل خطة ووزعهم، اللي في الفيوم واللي في اسكندرية، وأول حاجة عملها إنه غير أسمائهم من يهودية راشيل وإسحاق لفاطمة وعبد الرحمن. وعشان يأكد عليهم إن ده أساس الخطة كان بينادي ابنه ويقول له إزيك يا عبد الرحمن، وقال لهم إن عنده استعداد إنه يروح بيهم الأزهر ويعلن إسلامه لو ده في حمايته. تقدر تستنتج من المشهد وتتساءل كمان، يا ترى كم شلهوب كمل في الخطة بتاعته للآخر؟ كم عائلة يهودية غيرت أسمائها وأعلنت إسلامها في الأزهر أو حتى براه قدام جيرانها والمحيط بتاعها بعد الانتقال من مكان لمكان بهويات وعقيدة جديدة؟ وهل العائلات دي تناسلت وكملت في الخطة بتاعتها؟ أكيد معظمهم لما لقوا فرصة للخروج للكيان خرجوا، بس أكيد برضه فضل منهم عدد محترم ومهم. طبعا كان في بوست منتشر من قبل المسلسل عن حلقة لرئيسة الجالية اليهودية مع إسعاد يونس بتحكي فيه عن إن في يهود عملوا كده فعلا وقت الحرب العالمية بعد قيام ثورة يوليو وقبل العدوان الثلاثي. وحقيقة الناس بتتكلم عن اللقاء ده، أنا سمعت الكلام ده بنفسي، وهو إنهم عاشوا في مصر بأسماء وبطايق مسلمين.